شتي هاد خونا الافريقي اللي قدامك ما عمره مشى للمدرسه ولا قرا شي حرف، ولكن هاد خونا سحار وسحار كبير وقدر يستخدم السحر الاسود باش يدير اكبر عمليه نصب في تاريخ شي بنك اسلامي. قصه ما تخيلش النهايه ديالها وكيفاش هاد خونا قدر ينصب على بنكه على قدها وخدا منهم ملايين الدولارات. وهاد النصبه اللي دار هاد خونا خلاته يكون المطلوب رقم واحد في الامارات لسنوات طويله. واش قدروا يشدوه في التالي ولا ما شدوش؟ تبع معايا القصه وغتعرف. القصه ديال هاد النصاب كتبدا في الامارات وبالضبط في البنك الاسلامي اللي كاين في دبي. فهاد البنك كان تفتح عام 1995 وكان هو اول بنك في العالم كيخدم حسب مبادئ الصرافه الاسلاميه. وفي واحد النهار عادي في البنك غيدخل واحد الشخص اللي باين من الملامح ديالو واللباس ديالو انه افريقي. فتوجه هاد الشخص الافريقي لواحد السكرتيره تماك وقال ليها بغيت نتلاقى مع المدير ديال البنك. فدازت واحد 5 دقائق ولقى راسو هاد الشخص الافريقي جالس مع مدير البنك اللي سميتو محمد ايوب. المهم اللي جلس داك الشخص الافريقي مع مدير البنك بدا كيعرف راسو، فقال له انا سميتي باباني سيسوكو من مالي وانا رجل اعمال مشهور في بلادي وجيت لهنا لدبي باش نكبر البيزنس ديالي، وبما انني مسلم فجيت عندكم لهنا للبنك الاسلامي باش ناخذ كريدي باش نشري طوموبيل جديده هنايا في دبي. المهم مدير البنك محمد ايوب وافق على طلب باباني سيسوكو وعطاه الكريدي اللي بغى. لحقاش الاخوان باباني سيسوكو كان واحد الشخص كيهضر بثقه كبيره في النفس وراجل اللي هضرتي معاه كيعطيك انطباع زوين عليه. المهم كما قلنا خدا باباني سيسوكو الكريدي اللي بغى، ولكن هو خارج من مكتب مدير البنك محمد ايوب غيقول لي واحد الحاجه اللي غريبه شي شويه. فقال لي انا عارض عليك هاد الليله العشاء عندي في الدار باش نحتفلوا بهاد الكريدي اللي خديت. والغريب ان مدير البنك محمد ايوب قبل دعوه سيسوكو بدون تردد، وهاد قبول دعوه العشاء هي اللي غتفتح باب الويلات على مدير البنك محمد ايوب وعلى البنكه كامله. المهم جا الليل وسالات ساعات الخدمه مدير البنك محمد ايوب، فهز طوموبيلته ومشى لعنوان الدار اللي عطاه باباني سيسوكو واللي كان كيتواجد في احد الابراج الفخمه اللي كاينين في دبي. المهم وصل مدير البنك محمد ايوب للعنوان ولقى باباني سيسوكو كيتسناه وموجد ليه واحد العشاء من داك الشيء. المهم جلس مدير البنك محمد ايوب وباباني سيسوكو على الطبله وبداو كياكلوا وكيهضروا. واثناء الحديث باباني سيسوكو غيقول لمدير البنك محمد ايوب بغيت نقول لك واحد الهضره. فهنا المدير محمد ايوب قال ليه تفضل. فهنا سيسوكو بدا كيهضر وقال لمحمد ايوب عرفتي انت ملي شفتك في الصباح بنتي لي شخص معقول وعندك احلام كبار باغي تحققهم، داكشي علاش انا دابا غنقول لك السر ديالي. هنا مدير البنك محمد ايوب ملي سمع السر عينيه تفتحوا ولا باغي يعرف شنو هو هذا السر. المهم كمل سيسوكو الهضره ديالو وقال لمحمد ايوب شتي انا بالموازاه مع المشاريع اللي عندي واحد القدره خارقه تعلمتها في القريه ديالي في مالي، وهاد القدره كتخليني باش نطلب من الارواح باش يدوبلوا لي اي مبلغ من المال بغيت، يكفي انني نحط لهم الفلوس وهما غيدوبلوها ليا. هنا محمد ايوب ما فهم والو وبقى غير كيشوفو مصدوم. فكمل سيسوكو هضرته وقال له عارف باللي صعيب تيقني، ولكن انا باش نثبت ليك باللي هادشي اللي تنقول صحيح غدا غتجي عندي في نفس الوقيته وغتجيب معك واحد شويه الفلوس وانا غنطلب من الارواح باش يدوبلوها ليك وغتشوف بعينيك. وكما كيقولوا طماع ما كيقضي عليه غير الكذاب. رجع لغد ليه مدير البنك محمد ايوب وجاب معاه واحد شويه الفلوس باش يجرب سيسوكو، ولكن هو داخل لدار سيسوكو غيشوف واحد الراجل خارج في الكولوار وكيغوت شفت جيني. هنا محمد ايوب خاف، ولكن مباشره خرج عنده باباني سيسوكو وتعرض ليه وقال له شوف بلا ما تخاف وتهدن باش ما تغضبش عليك الارواح. المهم دخلوا للدار وهنا قال سيسوكو لمحمد ايوب غتمشي تحط دوك الفلوس اللي جبتي في البيت وحنا غنجلسوا في الصالون وغنطلب من الارواح باش يدوبلوهم ليك. وفعلا حط محمد ايوب دوك الفلوس فين قال ليه وجلس في الصالون، ومن بعدها مباشره غتنوض الجلبه في الدار كامله. الضواو بداو كيشعلوا ويطفاو غير راسهم والتقرقيب بدا في كل بلاصه وبدا الدخان تيخرج من الدار. فبقات هاد الجلبه في الدار شي 5 دقائق ومن بعدها سيسوكو غيمشي للبيت وغيهز الفلوس مدوبله وغيجيبها لمحمد ايوب. فهنا مدير البنك محمد ايوب تصدم وما تيقش عينيه، ولكن في نفس الوقت تيقن باللي باباني سيسوكو ماشي شخص عادي بل شخص عنده قدرات خارقه كتخليه يدوبل المبلغ ديال الفلوس اللي بغى. وهذه بالضبط كانت هي الخطه ديال باباني سيسوكو اللي كان الهدف ديالو هو يقيس ديك ذره الطمع اللي شافها في مدير البنك محمد ايوب، ونجح في الخطه ديالو. لحقاش داكشي كامل ديال الضواو والدخان والتقرقيب وكل شيء ما هو الا تمثيليه باش يستدرج محمد ايوب ونجحات الخطه. فهنا سيسوكو قال للمدير محمد ايوب
الا بغيتي تدوبل اي مبلغ د الفلوس كما كان فما عليك الا تصيفطو في هذا الحساب البنكي، حساب باباني سيسوكو بطبيعه الحال. وبحكم داكشي اللي عاش واللي شاف مدير البنك محمد ايوب بعينيه فما ترددش في ارسال مبالغ كبيره لحساب باباني سيسوكو. وهنا باباني سيسوكو ولات الفلوس كطيح عليه بحال الشتا، بحيث انه ما بين عام 1995 وعام 1998 دار مدير البنك محمد ايوب اكثر من 183 تحويله لحسابات باباني سيسوكو، وبلغت القيمه ديال هاد التحويلات اكثر من 242 مليون دولار امريكي، مليون ينطح مليون. المهم ملي نجحت خطه باباني سيسوكو وبدات الفلوس كما قلنا كطيح عليه كي الشتا، كان خصو يخوي الامارات باش حتى يلعقوا به ما يوصلولوش دغيا. وفعلا شد الطياره وجابها في ميريكان، وبمجرد ما وصل لميريكان اول حاجه دارها هي توجه لواحد البنك سميتو سيتي بانك وفتح حساب تماك، وقرر ان الفلوس غتبقى تجيه من الفوق في حسابه الجديد في سيتي بانك. ولكن باش توصلوا بسهوله دوك المبالغ من البنك الاسلامي لحسابه في سيتي بانك بلا ما يدقق حتى شي واحد منين جايه هاد الفلوس ولا هي جايه، خاصه واننا كنهضروا على ملايين الدولارات ماشي فلوس عاديه. فهنا كان خص باباني سيسوكو ضروري يلقى شي معرفه في البنك اللي غتسهل عليه هادشي كامل، وداكشي اللي دار فمشى تعرف على واحد السيده خدامه في البنك وبالضبط في قسم التحويلات، واستطاع الاغراء ديالها بنص مليون دولار ولا كيعتبرها الزوجه ديالو. وهاد السيده اللي ولا كيعرف في البنك ولات كتسهل كل شيء ولعبت دور كبير في النجاح د هاد النصبه. فهنا ولات الفلوس كتدخل على باباني سيسوكو بسلاسه، والحساب اللي فتح في سيتي بانك تفرقع دولار. فهنا باباني سيسوكو غيجيبها في ميامي وغيولي عاطيها غير الزو والنشاط، وشرا بزاف الشقق تماك وتزوج اكثر من مرة. ولكن باباني سيسوكو كان عنده واحد الحلم من الصغر ديالو، وهذا الحلم هو تكون عنده شركه طيران ديالو فيها طيارات ديالو يسافر فين ما بغى ويمشي فوق ما بغى. فشنو دار في نظركم؟ اسس شركه طيران وسماها اير دابيا نسبة للقرية ديالو دابيا اللي تولد فيها في مالي. فشرا 3 ديال الطيارات مستعملة، ولكن ما غيدوش بزاف حتى غتفشل هاد الشركة بسبب ان الطيارات كانت فيها اعطاب كثيرة. داكشي علاش مشات سمعة الشركة وفشلات. وماشي غير هادشي، فسيسوكو طاح في مشكل كبير ملي قرر يشري 3 د الهليكوبتر مستعملين وقرر يديهم لمالي باش يستعملوا في الاسعاف. ولكن غلطوا باش شرا 3 د الهليكوبتر كبارين بزاف تستعملوا في الحرب د فيتنام. داكشي علاش شكوا فيه في ميريكان وطلبوا منه تصريح خاص باش يخرجهم. وهنا سيسوكو ورجالو في بلاصه ما يمشيو ياخذوا التصريح الخاص مشاو حاولوا يرشيو الشرطه ديال ميريكان، وملي بغاو يعطيو الرشوه للبوليس د ميريكان النتيجه كانت هي الاعتقال ديال باباني سيسوكو والرجال ديالو من طرف الانتربول. وتوجهات ليه 2 ديال التهم. التهمه الاولى هي محاوله شراء طائرات حربيه بدون ترخيص، والتهمه الثانيه هي محاوله تقديم الرشوه لموظفي الدوله. ولكن باباني سيسوكو بسبب الزبابه الفلوس اللي عنده كلف اسطول كامل من المحامين باش يدافعوا عليه. ونهار المحاكمه ديالو تحكم عليه بافراج مؤقت بعد ما خلص كفاله قيمتها 20 مليون دولار، وهذه الكفاله هي الاكبر في تاريخ ولايه فلوريدا كامله. ومن مورا ما خرج سيسوكو فرق على كاع المحامين ديالو يا اما طوموبيل جاكوار يا اما مرسيدس. هادشي كامل واقع، ومدير البنك محمد ايوب باقي كيصيفط لسيسوكو الفلوس. ومن الروايات اللي تعرفوا على سيسوكو هو انه كان معروف عليه انه كل نهار خميس كان كيخرج بطوموبيلته لشوارع ميامي وكيبدا يفرق الفلوس على اي واحد لقاه قدامه سواء عنده سواء ما عندوش. ويقال ان نفقات سيسوكو غير في شوارع ميامي تعدات العشرات المليون دولار. وفي مارس من عام 1997 جات الوقيته المحاكمه الفعليه سيسوكو مورا مساله الافراج المؤقت اللي كانوا عطاوه في الاول. وهنا تجمع كل شيء في الصف د سيسوكو. فسالات المحاكمه ديالو بعقوبه السجن لمده 43 نهار وغرامه ماليه قدرها 150 ألف دولار. ولكن سيسوكو دوز غير النص د هذه العقوبه وخرج من الحبس بعد ما تبرع لواحد دار الايتام بمليون دولار كامله. ومباشره مورا ما خرج من الحبس شد الطياره وعلق المالي. وبالعوده لبنك دبي الاسلامي ففي عام 1998 جمعوا المئات الناس في الباب ديال البنك وبداو كيطلبوا من البنك باش يعطيهم فلوسهم، لحقاش البنك كان طايح في ازمه سيوله، يعني الفلوس ما بقاوش كيخرجوا للناس في الكيشيات. ومن بعدها مباشره غتخرج صحيفه محليه وغتطمئن الناس باللي كاين غير مشكل صغير في البنك. ولكن هذا الخبر ما كان صحيح، لحقاش البنك كان طايحه فعلا في ازمه حقيقيه. فهنا دخلت حكومه الامارات وشرات اسهم في البنكه ودخات فيه اموال كثيره. وهنا مدير البنك محمد ايوب غيضطر لاول مره باش يعترف لواحد صاحبه بداكشي اللي دار. وهادشي لحق سيسوكو قطع الاتصال ديالو بمحمد ايوب وما بقاش كيجاوبو.
فقال لصاحبه بلي راني طايح في مشكل كبير، وعاود ليه القصه كامله، وقال ليه بلي حول سيسوكو في حسابه اكثر من 242 مليون دولار، واكد ليه بلي سيسوكو اثر عليه بالسحر الاسود، وانه كان كيدوز دوك الفلوس بلا وعي منه. فهنا تمت المحاكمه المدير محمد ايوب بالاختلاس المالي، وتحكم عليه بالسجن لمده 3 سنوات. 3 سنين كانت في ديك الوقيته هي اكبر مده يمكن ياخذها شي واحد متهم بالاختلاس المالي. اما باباني سيسوكو فتحكم عليه غيابيا بالسجن لمده 3 سنين حتى هو، وصدرت مذكره باش يتم الاعتقال ديالو، واللي باقا قدامه حتى ليومنا هذا. والاسم د باباني سيسوكو كان على راس القائمه المطلوبين في الامارات لسنوات طويله. وسيسوكو ملي رجع لمالي قدر يدخل البرلمان المالي، وهذا الشيء اللي عطاه حصانه امنيه ضد اي جهات خارجيه، والانتربول براسهم ما قدروش يشدوه، لحقاش ما كاين حتى شي اتفاقيه كتلزم مالي بتسليم المعتقلين ديالها. وفي مالي سيسوكو كانت عنده سمعه زوينه في وسط الناس، خاصه في القريه ديالو دابيا اللي طورها بزاف ودار فيها بزاف المنشآت. والمده طويله اختفى سيسوكو بالمره، ولكن مؤخرا قدر فريق بي بي سي باش يوصل ليه وداروا معاه حوار. وملي سولوه على القضيه ديال البنك نكر وقال لهم ما عندي حتى شي علاقه بهذه القضيه، وقال على محمد ايوب انه فعلا تلاقاه، ولكن غير ملي بغى ياخذ الكريديت الطوموبيل، ومن تماك ما ولا شافه. وقال كذلك انه في واحد الوقيته من الوقيتات دار ثروه كبيره وصلت ل 400 مليون دولار. وملي سولوه واش انت غني دابا قال لهم لا انا غير فقير. المهم كانت هذه القصه اليوم، نتمنى تعجبكم ونتشوفوا في قصه جايه.